الطفلة الصغيرة رفعت ضغط جماهير الدور، وفي الحقيقة هي استفزت أغبى جمهور في العالم، ولن ينسوها ولن ينسوا بكاء رونالدو. في البداية الطفلة المغربية شجعت منتخبها الوطني في مباراته مع البرتغال، وانتهت المباراة بفوز المغرب على البرتغال. وبالصدفة طلعت الطفلة بعد المباراة في لقاء تلفزيوني، وكان كلامها عفوي وفرحانة بسبب فوز فريقها. شاهدوا الفيديو. Is that way. Ronaldo, he's crying in his car. Ronaldo. وانتشر هذا الفيديو بشكل مرعب عند الأجانب، خصوصا عند محبين رونالدو، وتم مهاجمتها والتنمر عليها. قلدوا طريقة كلامها باستخفاف. Portugal airport is that way. Ronaldo, he's crying in his car. Portugal airport is that way. And where's Ronaldo? He's crying in his car. Portugal airport is that way. And where's Ronaldo? He's crying in his car. Ronaldo. حتى هذا المدلوز ايش سبيد. شوفوا ايش كانت ردة فعل من الطفلة. Who is that little girl? Who is that? What do you mean that got it? Who is that girl? Where's she at? She here? لكن الصدمة كانت من العرب، وهذه كانت تعليقات بعض العرب على الفيديو. شوفوا تعليق الورع هذا: إذا ذي بنتي لا أطلق زوجتي وأتبرى منها. أنت أول شي بطل تاخذ مصروف من أبوك وركز على دراستك، وإذا فلحت في دراستك دور لك على وظيفة عشان تجمع مهر زوجتك الذي راح تطلقها. طلعوا اسمها الرباعي وأهلها، وين تدرس، وين ساكنة، ومين أقاربها، ومتى جت، ومتى رايحة، وين هي الحين، عقبال ما نسمع خبر وفاتها. هذا شكله حيقطع لها شهادة ميلاد. مبابي راح يخليك تبكين سنوات قدام. صح كلامك. وهذا شكل مبابي بعد ما شاف فيديو الطفلة. في كثير تعليقات سلبية، اخترت لكم بعضها لأن البقية ما أقدر أعرضها بسبب سياسة اليوتيوب. المهم بعد ما شافوا الأم والأب كمية التنمر والإساءة لبنتهم، خافوا على بنتهم، فقام الأب بالتواصل مع صفحة مشهورة في التويتر، وقال إن ابنته دخلت في حالة حزن بسبب هذه التعليقات المسيئة. وبعدين الأم نشرت فيديو وقدمت اعتذار لجمهور كريستيانو رونالدو، وقالت إن البنت دخلت في حالة نفسية وترفض الأكل بسبب التنمر. وهذا فيديو الأم. Hello, I am the mother of the girl who became famous because of the Cristiano Ronaldo's video. First, I apologize for my pronouncement of the English language. I just want to say that she's now going through a very difficult psychological state, to the point that she refuses to eat or speak because of the comments. I'm going to pop up right over here. It's not actually my mom. I never saw her before, and if she was lying, Allah may forgive her. Yeah. So, just for your information, this lady is lying about my age and my healthiness. I've been eating well, drinking well. ردة فعل البنت كانت عفوية وفرحانة، وأصلا الكل هكذا في كرة القدم، ولا الحسد طالع من عيونكم وقلبتوا شيوخ، أو لا مش دارين يلاقوها من ميسي ولا من الطفلة المغربية. كلامي للطفلة المغربية: انتي أجمل شيء حصل في البطولة وكلنا معك. فليكتب التاريخ أن فتاة بعمر 9 سنين أبكت العرب والغرب. هذه الطفلة اسمها أريج، وهذا حسابها على الانستغرام، تابعوها وادعموها.